وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية، وهذا الفيديو يلقى جميع واحد راه يتبع فريدي رزق ام خالد بخير يا ربي. يا البنات، اليوم جيتكم بوصفة تجميلية كما عودتكم في قناتي، وصفات متنوعة بين الطبخ، وصفات تجميلية، وصفات للرجيم، يعني روتينات نحاول توجور نوع لكم. اليوم جيتكم بوصفة تجميلية روعة وسهلة وما كاش ابسط منها. واش نحتاجو في المكونات؟ غير زوج مكونات، طحين الارز وحليب. كنت درت معاكم في وصفات سابقة وصفة بالأرز، لكن درت لكم بالأرز حبيبات مع النشا ومع الحليب، لكن هذه وصفة بسيطة بزاف، والمفعول تاعها يا البنات صدقوني روعة. نتمنى تتبعوا الفيديو وان شاء الله تانيك يعجبكم وتجربوها. انا شخصيا مجربتها وصدقوني المفعول تاعها روعة. عارفوا أن دقيق الأرز يفتح البشرة بطريقة رهيبة ويمنع ظهور تقدم علامات السن على البشرة، كما يمنع الهالات السوداء تانيك يا البنات، يمنع الهالات السوداء بطريقة عجيبة ويشد البشرة، يزيل تصبغات الجلدية خاصة من أشعة الشمس، يعني عنده فوائد كثيرة الأرز. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتتبعوني، والبنات قبل ما تتبعوا الطريقه نتمنى كامل جزء ديروا لي لايك يا البنات هكذا، وتبعوا معايا الطريقه ان شاء الله تانيك تعجبكم. ندي كميه من طحين الارز، يعني ندو الكميه اللي راح نستعملوها، يعني ما نكثروش ونخلوها جيست ندو غير واش رايحين نستعملوا. هذه الكميه تكفي، وراح نضيف عليها الحليب ملعقه تاع اللوح. نمزج المكونين كيف زيد شويه حليب، زيد قليل من الحليب، يجينا هكذا، ما نجروه ما نخلوه فريمون ثقيل. هو الماسك اللي راح نستعملوه تكون البشرة تاعنا بيان سور نظيفة، ونستعملوه كامل على الوجه وعلى الرقبة. توجور قبل ما تستعملوا لي ماسك تكون البشرة تاعكم نظيفة. ديريه كامل على الوجه نتاعك على الرقبة وخليه 30 دقيقة، راح ينشف عندك في ديك 30 دقيقة، راح ينشف عندك. وفي ديك 30 دقيقة يعني اذا نشف لك قبل 30 دقيقة تقدري تزيدي ديري وينشف، ليسانسيال تخليه 30 دقيقة وتغسليه بالماء بارد، تغسليه مليح بالماء بارد، ومن بعد تستعملي ماء ورد. دايما نقولكم توجور كي ديروا لي ماسك ماء ورد ما يخطيكمش، امسحوا بالقطنه وماء ورد مليح بعد ما تغسلوا بالماء فاتر يكون بارد، ومن بعد جوزوا بالقطنه بالماء ورد. والله البشره نتاعكم راح تولي روعه تلمع صدقوني يا البنات، راح تولي تلمع، يعني غير بزوج مكونات بسيطين، يعني حليب ودقيق الارز ما كاش اسهل من هكذا يا البنات. جربوا هذه الوصفه وردوا لي الخبر، ما راكمش رايحين تندموا عليها. وجميع لي سياو الوصفات تاعي التجميليه والله
خلاو لي باللي فريمون خرجت عليهم. كاينين نعرفهم صدقوني عجبتهم الوصفات. ان شاء الله ميم اللي دخلوا معانا جدد وراهم يشوفوا في الوصفات نتاعي، نتمنى حتى نتوما تجربوهم، ما راكمش رايحين تندموا عليهم. وصفات روعه وتانيك مجربه، ووصفات طبيعيه اللي ما راكمش رايحين تخافوا منها. شوفوا يا البنات، تحسوا بواحد الرطوبه، بواحد النعومه، مم البشره نتاعكم تصفى بطريقه يعني روعه. النتيجه نتاعها فريمون فعاله يا البنات. شوفوا لا ديفيرونس كيفاش بياضت يدي. والله نتمنى تجربوها، ما راكمش رايحين تندموا عليها. هكذا العزيزات نتاعي، نقولكم ان شاء الله الفيديو تاعنا اليوم يكون عجبكم، واذا حبيتوا وصفات تانيك من هذا النوع توجور كتبوا لي في التعاليق العزيزات نتاعي، ونقولكم الى اللقاء، الى فيديوهات قادمه ان شاء الله.